واو، شايفين اللون؟ سامعين الصوت؟ بصوا، شايفين من كتر ما هي من جوه مستوية بوريه، شايفين؟ رهيبة بجد، تحفة. والفورمة بتاعتها فضلت زي ما هي. باتاتا الفورنو ده كونتورنو موجود في كل ايطاليا. لو رحتوا اي مكان، اي مطعم، اي حتة بتعمل اكل، لازم تلاقي عندهم باتاتا الفورنو. فيلا بينا نشوف الوصفة ونفهم يعني ايه باتاتا الفورنو. انا ايساك وده مطبخ لافوركيت. طيب كالعادة أول حاجة هنعملها نشوف المكونات بتاعتنا. عندنا بطاطس بقشرة صفراء، عندنا توم، وعندنا شوية أعشاب، زعتر وروزماري وورق مريمية أو هي بالإيطالي سالفيا، فلفل، ملح وزيت زيتون. طب تمام، زي ما انتوا لاحظتوا في المكونات انا كاتب وقلت ان البطاطس لازم تبقى بقشره صفراء. طب ليه بقشره صفراء؟ مش عايزين البطاطس اللي هي بقشره بيضاء، علشان خاطر هي بتبقى بطاطس مليانه نشا، فالنشا دوت بيعمل لي مشكله، ما بيخليش البطاطس معايا محافظه على الفورمه بتاعتها وما بتقرمش، ما بتبقاش لا ليها قوام ولا بتتقرمش، ما بتبقاش بطاطس كويسه. فمهم جدا انكم انتوا تختاروا البطاطس اللي بقشره صفراء. طيب دلوقتي اهم حاجه ان احنا نغسل بطاطس، هنستخدمها بقشرها هنستخدمها من غير قشرها. لازم نغسل بطاطس كويس علشان لو فيها اي بواقي من الارض او تراب او حاجه زي كده ما تجيش معانا على البطاطس واحنا بنقشرها. طيب اول حاجه هنعملها هنشغل الفرن بتاعتنا على درجه حراره 180 فوق وتحت، وهنحط حله كبيره مليانه ميه على النار. واحنا بنعمل الوصفه هتفهموا ليه. لما نبدا نقشر البطاطس بتاعتنا لازم نحطها في ميه ساقعه من الحنفيه عادي يعني، علشان خاطر ده هيساعدنا ان البطاطس بتاعتنا ما تسودش، وعشان يحافظ على القوام بتاعها برضو ان هي ما تطراش. طيب تمام، دلوقتي هنيجي لخطوة تقطيع البطاطس. اهم حاجة في تقطيع البطاطس ان احنا نقطعها شرايح على قد ما نقدر تكون متساوية، علشان ده هيأثر على طبخ البطاطس وان هي السوا كلها يبقى واحد. طيب احنا عندنا كذا نوع من انواع التقطيع. النهارده انا هقطعها حاجة اسمها سبيكي، بتبقى زي شرايح بالطول كده. انتوا لو عايزين تقطعوها مكعبات تقطعوها، انا اوريكم ازاي هقطعها سبيك. نمسك البطاطسايه بالطول ونحاول من نصها بالظبط نقسمها بالنص، وبعدين كل نص هيطلع لنا هنبدا نقطعه بالنص. كل نص من اللي طلعوا لنا دول برضو هنبدا نقسمهم بالنص، هيطلع لنا المنظر ده. ده اسمه سبيكيو. فكل بطاطسايه هتطلع لنا 8 سبيكي، 8 شرايح. اهم حاجه زي ما قلنا نحطها في الميه. طب تمام، زي ما انتم شايفين ان الميه بتاعتنا ميه مش شفافه، علشان ده دلوقتي فيه النشا بتاع البطاطس، فاحنا لازم نحاول ننظف البطاطس من النشا على قد ما نقدر لحد ما نخلي الميه شفافه خالص ونتخلص من كل النشا اللي على البطاطس. طب احنا بنعمل الخطوه دي ليه؟ علشان خاطر النشا هيعمل لي مشكلتين. اول حاجه هيخلي البطاطس بتاعتي تلزق في بعض او تلزق في الصينيه، وتاني حاجه هيخلي البطاطس بتاعتي طريه ومش هتقرمش معايا ومش هيبقى ليها قوام كويس. زي ما انتم شايفين دلوقتي الميه بقت شفافه، ودوت النتيجه اللي احنا عايزينها. طب دلوقتي هنيجي لخطوه مهمه جدا، وهي خطوه فيصليه في تحضير الباتاتا الفورنو. باتاتا الفورنو يعني بطاطس في الفرن، بطاطس مشويه يعني في الفرن، واللي هي خطوه اسمها سبيانكيتورا. ودي عباره عن مرحله بنسلق فيها البطاطس في ميه مغليه علشان خاطر حاجتين. اول حاجه ان احنا نساعد البطاطس درجه حرارتها تعلى من جوه، فده هيساعد معانا جدا ان هو يأثر وقت تسويتها في الفرن. والحاجه الثانيه يحافظ على فورمه البطاطس ويطلع لونها ذهبي وماسكه نفسها، ومن جوه تبقى زي البوريه كده طريه. وهو دي النتيجه اللي احنا بندور عليها، ودي البطاطس تبقى في الفرن اللي بتبقى بيرفكت. دلوقتي الميه بتاعتنا بدات تغلي، هنبدا ننزل بالملح بتاعنا. نبدا نحط معلقتين من الخل الابيض. ليه بنحط معلقتين من الخل الابيض؟ علشان خاطر دي بتساعدنا برضو ان احنا نعمل الطبقه اللي بتبقى بره مقرمشه وماسكه نفسها. طبعا طعم الخل ده مش هيطلع معانا في طعم البطاطس، فما تقلقوش. طيب تمام، هنبدا ننزل بالبطاطس بتاعتنا. اهم حاجه تخلوا بالكم عشان الميه هتبقى مغليه ما تتلسعوش، تحاولوا تستخدموا حاجه تنزلوا بيها البطاطس، وتحاولوا برضو ان البطاطس ما تتحطش في حله صغيره عشان ما تنزلش درجه حراره الميه، عشان الميه تحافظ على غليانها.
طيب من اول ما نحط البطاطس هنحسب 5 دقايق بالظبط على الساعه، وهنطلعها وننشفها ونكمل الوصفه بتاعتنا. طيب لحد ما البطاطس بتاعتنا تبقى جاهزه هنبدا نجهز الاعشاب بتاعتنا. هناخد ورق المريميه او السالفيا ونبدا نقسمه بالنص، نقطعه شرايح ونبدا نحطه في الوعاء اللي هنحط فيها التتبيله بتاعتها. نمسك دلوقتي الروزماري ونبدا نطلع الورق بتاعه وهنقطعه برضو. الزعتر وهنحط 3 فصوص توم بتوعنا، نديهم بس كده بقشرهم ضغط عشان يطلع الريحه بتاعتهم. نحط الملح بتاعنا، فلفل. طب تمام، دلوقتي ال5 دقايق عدت، دلوقتي نصفي البطاطس بتاعتنا. احنا دلوقتي في فوطه مطبخ تكون نظيفه هنحط البطاطس بتاعتنا ونبدا ننشفها كويس جدا من الميه علشان خاطر ما يبقاش فيه زي طعم السلق. ننزل بالزيت بتاعنا، ننزل بالبطاطس بتاعتنا، نقلب. الريحه بجد ولسه ما دخلتش الفرن رهيبه. عايز اقول لك البطاطس بتقول لنا كلوني. ريحه تحفه بجد، ريحه الثوم والاعشاب باينه جدا. هنجيب الصينيه بتاعتنا ونحط ورق فرن ونبدا ننزل بالبطاطس بتاعتنا، واهم حاجه ان احنا نوزعهم وما نخليش واحده فوق الثانيه. دلوقتي احنا رصصناهم، شايفين منظرها؟ يعني هي لوحدها كده من قبل ما تدخل الفرن شكلها رهيب، تخيلوا بقى لما تدخل الفرن. طيب دلوقتي جينا لاخر مرحله، ان احنا هندخل البطاطس بتاعتنا الفرن. قلنا هندخل البطاطس بتاعتنا الفرن على درجه حراره 180، بس الحاجه الاهم ان احنا لازم نخلي حوالي 20% رطوبه جوه الفرن. طيب طبعا الفران الجديده والحديثه في اوبشنز بتحط كل اللي انت عايزه. احنا في فراننا في البيت هنعمل ايه؟ عندكم حلين، يا اما زي ما انا هعمل تبتدوا ترشوا باي رشاش ميه كل الفرن من جوه، كل اركان الفرن من فوق ومن تحت ومن الجنب، يا اما لو انتم ما عندكوش الرشاش دوت هتجيبوا 3 مكعبات ثلج وترموهم تحت في ارضيه الفرن وهو هيطلع البخار وتقفله وتمام على كده. ممكن تسألوا ليه لازم نرش المية او ليه لازم نعمل رطوبة في الفرن؟ دي هتساعد ان البطاطس تبقى طرية من جوه، وتساعد ان الفرن كلها تبقى فيها زي بخار. فمن ناحية نطبخه كأنه على البخار، ومن ناحية تانية هنخلي ان البطاطس ما تتحرقش بسرعة وتستوي كويس جدا من جوه، تاخد درجة الحرارة براحتها خالص. ان كل ما احنا عندنا بخار جوه الفرن كل ما البطاطس عمرها ما هتقدر تاخد اللون او تتحمر. حاجة تانية، احنا في نص السوا بعد مثلا تلت ساعة هبدأ اطلع البطاطس وابدأ اقلبها كلها علشان خاطر تستوي كويس من الناحيتين. طيب تمام، دلوقتي ال 20 دقيقة التانية خلصت، فكده في الإجماع عندنا 40 دقيقة. احنا كده فاضل لنا بس ندي لون للبطاطس. طب نعمل كده ازاي؟ محتاجين إن الفرن بتاعتنا ما يبقاش فيها أي رطوبة، فاحنا هنعمل تركاية، هنجيب أي ورق فرن ألومنيوم ونعمل زي كورة صغيرة ونحطها عند باب الفرن عشان نطلع الرطوبة كلها اللي في الفرن، ونشغل الفرن على 230 درجة، نشغله بس شواية ونعلي الصينية بتاعتنا علشان ندي لون للبطاطس. واو، شايفين اللون؟ سامعين الصوت؟ بصوا، شايفين من كتر ما هي من جوه مستوية بوريه، شايفين؟ رهيبة بجد، تحفة. والفورمة بتاعتها فضلت زي ما هي. قلت لكم في اول الفيديو كونتورنو. يعني ايه كلمه كونتورنو؟ كونتورنو هو معناها سايد ديش او طبق جانبي. عاده هنا الطلاينه بياكلوا بطريقه معينه، بياكلوا بريمو، او حتى ممكن تلاحظوا في فيديوهاتي بقول كلمه بريمو. بريمو يعني يا اما باستا يا اما رز، وبعد ما بيخلصوا البريمو بياكلوا السيكوندو اللي هو بيبقى عباره عن الطبق البروتين يعني، وجنبيه السايد ديش او الكونتورنو اللي هو في الحاله بتاعتنا بطاطس. انتوا البطاطس دي ممكن تقدموها مع 100 حاجه، ممكن تقدموها مع لحمه، مع فراخ. يعني انا مثلا النهارده كنت عامل روز بيف وهاكل معاه البطاطس دي، طبعا طبق تحفه. بطاطا الفرنو تحفه مع اي حاجه، هتقلوا بانيه، هتعملوا حته لحمه، حتى هي لوحدها تحفه. احنا ممكن ندوق. انا عايز اقول لكم ان مفيش وصف يوصف اللي انا ضايقه دلوقتي.
يا جماعه دي مش بطاطس، دي زبده. زبده بتدوق في البق، بجد لازم تجربوها، هتعجبكم. وكالعاده لو في اي وصفه ايطاليه تانية عايز تشوف طريقتها عرفني تحت في الكومنتات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، تعمل اشتراك في القناه، وهستناكم في وصفه جديده مع مطبخ لافوركيتا. تشاو.